الريان، منصور مفتاح، أحمد مبارك آل الشافي. العربي مبارك مصطفى، عادل الملا. الريان حقق كأس سمو الأمير 5 مرات، وكأس سمو ولي العهد 3 مرات، وحقق الدوري العام 7 مرات. العربي حقق كأس سمو الأمير 6 مرات، وكأس سمو ولي العهد مرتين، والدوري العام 7 مرات. الريان يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث ب9 نقاط، حققها من 3 تعادلات وفوزين. بدأ الدوري بسلسلة من التعادلات، بدأها من أمام أم صلال ومن ثم الخوض، وبعد ذلك تعادل مع الخرطيات. وفي الأسبوع الرابع حقق أولى انتصاراته أمام الأهلي، ووصل انتصاراته في الأسبوع الخامس أمام الوكرة، ويبرز في الريان كل من تاباتا وحامد إسماعيل. العربي يدخل اللقاء وهو في المركز السادس ب6 نقاط، حققها من 3 تعادلات وفوز. بدأ الدوري بتعادل أمام الأهلي، ومن ثم فوز على الوكرة، وتعادل مع الغرافة، وتعادل آخر مع أم صلال. ويبقى للعربي مباراة مؤجلة مع السد من الأسبوع الخامس لمشاركة السد في دوري أبطال آسيا، ويبرز في العربي كل من خوخي بوعلام وبيسكو. ديربي الأحمرين على صعيد آخر، ديربي لاتيني بين مدرب الفريقين البرازيلي سيلاس يقود العربي، والأرجواني ديجو إيجري يقود الريان. مدرسة لاتينية حاضرة في اللقاء، يا ترى لمن ستكون الغلبة؟ هذا ويقود اللقاء طاقم تحكيمي قطري يتكون من الحكم عبد الرحمن عبدو حكم ساحة، وأفوك بهجاجي مساعد أول، ونايف توفيق مساعد ثاني، وفيصل عبد الله حكم رابع، ونايف القادري حكم خامس، وسلمان فلاحي حكم سادس. ديربي الأحمرين هناك ديربي آخر على صعيد المدرجات بين جماهير الريان والعربي، ديربي الكل ينتظره، الكل يترقب، إنه ديربي الكرة القطرية، ديربي الأحمرين.